السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. هذا الفيديو هذا خصيصا للبنات وحتى الدراري اللي عندهم مشكل في البشره ديالهم بسبب لاكني او حب الشباب او اي نوع ديال الحبوب اللي كيكون في وسط منه هذاك القيح من الداخل. والبشره كتكون عندهم دهنيه بزاف بزاف. المهم اول حاجه غنوجدها معكم وهي غسول طبيعي للبشره وفي نفس الوقت مقشر خفيف طبيعي للبشره. غتحضري الغسول والمقشر ديالك بزوج مكونات فقط. المكون الاول اللي غتحتاجيه هو الصابون البلدي. الصابون البلدي البنات راكم عارفين راه غني عن التعريف، رائع جدا للبشره ومفيد، كيصفي البشره وكيفتحها الا كان فيها شي حبوب كيخرج عليهم وكيقضي عليهم ديال بصح، والا كانوا سيكاتريس فكذلك كيقضي على داك التصبغات اللي كتبقى لنا من بعد الحبوب. رائع جدا، غير بوحديتو كيعطي نتيجه رائعه، فما بالك الا درتيه مع التبريمات المغربيه اللي كنبارطاجي معكم. المهم حبيبات ديالي، غتاخذوا ليا صابون بلدي طبيعه الحال تكون نوعيه جيده، وغادي تضيفوا معاه سكر سنيده. من الاحسن سنيده تكون الحبيبات ديالها رقيقه وصغيره باش هكا البشره ديالكم ما تجرحش بسببها. فغادي تخلطوهم مزيان مزيان، تقدروا تضيفوا معاهم شويه الماء باش يجيكم ساهل يعني الميلونج في التحراك. من بعد غادي تغسلي البشره ديالك به كغسول طبيعي للبشره، وغديري واحد التقشير اللي هو خفيف بلطف. البنات حاولوا تتعاملوا مع البشره ديالكم كانكم كتعاملوا مع البشره ديال شي طفل صغير، غير بشويه. حاولوا انكم تكونوا لطافين مع لابو ديالكم باش هي تكون لطيفه معكم وتعطيكم النتيجه اللي نتوما كتبغيو. المهم غادي تغسلوا البشره ديالكم مزيان مزيان بهذاك الغسول والمقشر اللي وجدناه، وكتضيفوا من طبيعه الحال شويه الماء باش هكا يساعدكم ويرغوي لكم شويه، وغير بشويه واحد الكوماج خفيف، واحد الحركه دائريه لمده ديال 5 دقائق ولا 3 دقائق بركه صافي، وكتخليه في البشره ديالك لمده ديال 5 دقائق حتى كينشف. ومن بعد كتغسلي لابو ديالك بالماء البارد وكتنشفيها. من طبيعه الحال حاولوا انكم تبعدوا على المحيط العينين باش هكا ما يدخلش لكم الصابون في عينيكم. من بعد ما تغسلي وجهك مزيان بالماء بارد غادي تنشفيه بكلينكس. من الاحسن البنات تستعملوا كلينكس او المناديل الورقيه لانهم تيكونوا جوطابل، يعني غتستخدميهم بعد غترميه، ماشي بحال الفوطه اللي كيتراكم فيها البكتيري وداك الميكروبات وداك الميكروب اللي تيكون في داك الحبوب وكتعاودي تمسحي بها، ولا ياخذها شي واحد اخر عاود يمسح لك بها، فهنا كيوقع المشكل كتر وكتر وداك الحبوب كيزيدوا كيخماجوا. بهاد العباره البنات راهم ديال بصح كتخرجي على وجهك. فمن الاحسن تستعملي مناديل ورقيه تنشفي بهم البشره ديالكم بعد ترميهم صافي. هادشي اللي كاين. من بعد غادي تاخدي الغسول طبيعي البنات اللي كنت بارطاجيت معكم ديك المره فاش درت معكم الغسول مسقي بالاعشاب، راني شيت واحد شويه قلت لكم راني كنستعملوا البشره ديالي. المهم البنات الا ما كانش عندكم يمكن لكم تستبدلوا الغسول الطبيعي بالطين الاخضر اولا الطين الابيض اللي بغيتو، من الاحسن الطين الاخضر. المهم البنات ومن الاحسن بصراحه يكون عندكم هذا الغسول هذا، كتاخدي غير حجره كتنشفيه، ومن بعد فاش كيولي حجر كديري معاه الماء العادي وكتخليه كتلقيه في اللاطه وكتخليه حتى كيبس كيولي بهذا الشكل هذا. المهم رجعوا للفيديو ديال الغسول اللي وريت لكم غتشوفوا الطريقه بالتفصيل وصافي. وكتاخدوه كتحتفظوا به، وفاش كتبغيو تستعملوه كتاخدوا شويه منه وكتخلطوه مع ماء الورد صافي، ومن بعد كتطبقوه على البشره ديالكم. الا ما كانش عندك ماء الورد طبيعي مقطر طبيعي اشنو غديري؟ غتاخدي الروز غتنقعيه في الماء، وهذاك الماء ديالو من بعد ما كيولي بيض غتاخدوه هو اللي غادي تخلطوه ليا مع الغسول. ومن طبيعه الحال ما تحركوهش في الاول، خليوه حتى يشرب الغسول هذاك الماء ديال الورد ولا الماء ديال الارز، وعاد من بعد خلطوه باش يندمجوا المكونات اكثر، وغتطبقيه على البشره ديالك من بعد ما نظفتيها وصافي. غتخليو الماسك على البشره ديالكم حتى كينشف، ما عندوش مده يعني على حسب النوع ديال البشره ديال كل واحد وكيفاش. المهم كتخليوه حتى كينشف وكتبلوا يديكم بالماء بارد وكتحاولوا ديروا يعني كتفزقوا هذاك الماسك من بعد ما نشف، وكديروا حركات دائريه وانتوما كتغسلوا البشره ديالكم عاوتاني بداك الماسك ديال الغسول بحركات دائريه وبلطف صافي. ومن بعد كتغسلي البشره ديالك مزيان مزيان بالماء البارد، وطبعا نشفي البشره ديالك عاوتاني بشي منديل ورقي. من بعد ديري كريم ادغاطونط ديالك وبصحه والراحه. كانت هذه النتيجه ديال المنظف الطبيعي والماسك الغسول، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. بسلام عليكم.